السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله هيعجبكم كتير قوي. بناء عن طلبكم كده عملت الفيديو ده عشان ما اقدرش اتاخر عليكم. اول حاجه الفيديو ده هيوضح كل حاجه عن اسعار الكتاكيت وعن اسعار الاعلاف، وكمان عن النزول في سعر الكتكوت. الناس اللي بتتكلم بتقولي مفيش نزول مفيش نزول. طيب النهارده باذن الله هوضح كل ده وهقول لكم كل حاجه، لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لايكات كتير كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. الفيديو بتاعي ما بياخدش لايكات زي ما بتشاف، يعني الرؤية بتاعته بتكون عالية لكن مفيش لايكات عليه، فيا ريت الناس اللي بتتفرج عليه او بتستفيد من الفيديو بلاش اللي بتفرج. ممكن حد يتفرج ويبقى مش مستفاد. لو انت بتستفاد من الفيديو بتاعي اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة كده عايز اسمي الله وابدا اقول لكم نتكلم عن الكتكوت الابيض. اول حاجة الناس سألتني فين فرق ما بين كتكوت الاهالي والشركات وانهي افضل، وممكن اجيب اهالي اربيه في البيت عادي. عايزه اقول لكم النهارده هقول لكم لتاني مره الفرق بين الكتكوت الابيض الاهالي والابيض الشركات. بناء عن طلبكم طبعا كنت نزلت فيديو وقلت يا جماعة الخير الفرق ما بين كتكوت الأبيض والأهالي. هو الكتكوت الأبيض الأهالي ده بيبقى خارج الشركات. يعني ايه؟ هقول لكم دلوقتي. يعني الفرخة في الشركات خلاص بتبدأ إنتاجها تقل، تقوم مخرجاها ومطلعاها وبيعها في السوق للأكل. المفروض إن هي بتطلع ذبحة أو للأكل. فبيجي حد معاه قرشين كده وعايز يعمل مشروع، يعمل ايه؟ يروح جاي واخد شوية الأمهات اللي بتبيعوا دول، وخصوصا بقى لو كان عنده فقاسة أو معمل تفريغ. فقاسة أصلا بيطلع فيها بلدي وبيطلع فيها أنواع تانية، فعندي فقاسة وأروح أشتري لي شوية أمهات من الأمهات اللي في السوق وأخدها أخرج منها كتكوت أهالي معامل. طب الناس هتقول لي طب ما ده كتكوت الشركات اللي كان في الشركة وطلع، هو مادام راح المعمل هيبقى اسمه أهالي؟ لا طبعا. هقول لكم هو نفس الفرخة وهي نفس اللي كانت في الشركات هي راحت المعمل. طيب ايه الفرق بقى ما بين الاهالي والشركات؟ احنا كده ما فهمناش حاجة. هقول لكم بكل بساطة او بكل سهولة. اول حاجة كده الفرخة دي خلاص عجزت زي ما بنقول كده، يعني بالبلدي زي ما بنقول كده. لكن علمي بقى او علما كده بيها ان الفرخه دي خلاص كل الفيتامينات اللي في جسمها بتبدا تقل. الفرخه خلاص مناعتها بدات تضعف لانها كبرت وعجزت، فالمناعه قلت. تاني حاجه الامصال اللي كانت بتاخدها كل شهر خلاص ما بقتش تاخدها، لان الامهات دي في الشركات بيصرفوا ويكلفوا عليها كتير قوي، وكل شهر ليها امصال معينه بتاخدها، وكل 15 يوم كمان بتاخد علاجات، بتاخد فيتامينات، بتاخد ادويه، بتاخد املاح، بتاخد روافع مناعة. كل ده بيبدأ خلاص هي كبرت. أول حاجة طالما كبرت المناعة بتقل والكتكوت بتاعها بيبقى أكبر من الطبيعي. ليه؟ لان الفرخه لما بتكبر او بتبدا تعجز حجم البيضه بتاعها بيكبر، فحجم البيضه كبرت عشان الفرخه بدات تعجز. عشان كده ما بقولكوش يا جماعه الخير ما تفرحوش للكتكوت الكبير. الكتكوت اللي وزنه اكتر من 42 ده ما تفرحوش. هو ال 42 ده حلو جدا جدا، والبشاير بيبدا من 38 الحجم بتاعه 36 و38 حجم الكتكوت اللي بيبقى خارج، فده بشاير يعني مناعه قويه جدا جدا. بيبقى حجمه صغير شويه بس الناس بتحبه لانه مناعته قويه. الفرخه بتاعته لسه عافيه واول مره تبيض. طيب انا دلوقتي الكتكوت عندي جاب 48 جرام، انا افرح له واتبسط واقول ده انا جايبه كتكوت 48 جرام؟ لا طبعا. اول حاجه ده بيبقى الام بتاعته خلاص ضعفت ومناعتها ضعفت جدا، فاتاثر على الانتاج بتاعها. تاني حاجه كمان الفرخه بتاعته خلاص ما بقتش تتغذى، خلاص بيستخسروا فيها ان هم ينزلوا لها دوره الامصال بتاعتها كامله، زي الفيتامينات والاملاح والامصال النيوكاسل والاي بي وكل الامصال اللي كانت بتاخدها. كانوا خلاص بيصرفوا عليهم كل شهر، اللي خلاص مش هيقعدوا يصرفوا عليها لانها كبرت وعجزت والانتاج بتاعها قل. فهي بالتالي لو قعدت في الشركه هتبقى بالخساره عليهم. بيبداوا يجيبوا حاجات تنتج بقى جديده ويستغنوا عن الكبير في السن او العجوز، فبيبداوا ان هم ينزلوه في الاسواق تتباع على انها لحم بسعر اللحم. فيجي واحد كده عنده معمل تفريغ يقول راح اجيب ام زي دي مثلا هجيبها ب 300. في الغلا ده كانت الاول الام ما بتتخطاش ال 100 جنيه، يعني الام دي ما كانتش تتخطى ال 100 جنيه. فدلوقتي عشان الغلا وكيلو الامهات دلوقتي وصل 70 جنيه، فالفرخه ممكن تكون 3 كيلو 4 كيلو، فممكن تدخل لها في 150 200 جنيه. تمام.
طيب ال 200 جنيه دول انا هجيب اهو، انا جبت كميه فراخ عندي وهجيب لي 500 هجيب لي 1000 على حسب التكلفه، وخدتهم عندي في معمل التفريغ اللي عندي، وبدات ان انا اخد الانتاج بتاعهم حتى لو قليل مش هتفرق معايا كتير، لان انا كده كده هبيع الكتكوت غالي، فمش هتفرق معايا كتير. يعني انا لو جبت 1000 كتكوت وبداوا ان هم يجيبوا لي حتى 500 بيضه في اليوم او 600 بيضه في اليوم، فمش هتفرق معايا كتير. يعني انتاج النص بالنص، فمش هتفرق معايا لاني شاريهم رخيص، مش صارف عليهم ومكلف. اما الطبيعي بقى الشركه الام اللي بتبقى في الشركه دي اصلا بيبقوا مكلفينها اكتر من 1500 جنيه، متكلفه الفرخه عليهم اكتر من 1500 جنيه. يا فرخه تتكلف 1500 جنيه؟ طبعا. هقول لكم الفرخه متربيه كتكوت صغير، تاني حاجه واخده امصال كامله من عمر يوم لحد 6 شهور، امصال ما قبل وضع البيض. طبعا بتتكلف مبلغ كبير جدا. الفرخه بيتصرف عليها وبيتخاف عليها جدا، وليها برنامج ادويه معين وليها تحصينات معين، فبيصرفوا ويكلفوا عليها، غير طبعا اكلها. شوفوا انتوا الفرخه التسمين لما بنربيها شهر بتتكلف معانا من 3 ل 3 كيلو ونص علف، فما بالك بقى لما تتربى. فما بالكم بقى زي ما قلت لكم كده ان الفرخه تقعد 6 شهور قبل وضع البيض، فبتتكلف مبلغ جامد. وزي ما قلت لكم بتتكلف من 1000 ل 1500 جنيه الام الواحده، فلما يشتريها ب 150 جنيه. وعايزه اقول لكم ان ناس كتير جدا بتعمل المشروع ده، بتاخد شويه من فراخ الامهات اللي في السوق وتبدا ان هي تخليها تنتج عندها بيض 5 6 شهور سنه حتى، وبعد كده تطلعها بنفس السعر اللي هي اشتريتهم بيه، وممكن كمان اغلى لو سعر اللحم رفع وبقى اغلى. فده فرق ما بين الكتكوت الابيض الاهالي وما بين الشركات طبعا بتبقى الفرخه لسه بخيرها كده وبناخد كتكوت بخيره. اما الفرخه الكبيره في السن زي ما قلت لكم اللي بتطلع والاهالي بياخدوها بتبقى فرخه خلاص ما بقاش فيها خير، خلاص عجزت، واكيد كتكوتها هيبقى اي كلام، مش هيبقى زي كتكوت بشاير فرخه لسه بخير. ودي الفرق ما بين كتكوت الاهالي وكتكوت الشركات. طبعا الاهالي دايما بتلاقوه فرق ما بين الشركات حوالي 3 4 جنيه. طيب انا بقى لو بربي البيتي كده وعايزه اجيب شويه فراخ، ينفع راح اجيبهم من المعمل بتاع التفريغ ولا هيأثر معاهم؟ مش هيكبروا. على فكره الكبر وشيل الوزن هو نفس الشركات بالظبط، لكن احنا بنتكلم على الكتكوت اللي مناعته ضعيفه والكتكوت اللي ما بيستحملش المناخ بتاعنا. فبس لكن الوزن باذن الله ما بيفرقش كتير يعني. فعادي انت لو جنبك اهالي او جنبك معمل تفريغ فممكن تجيبي شويه من معمل تفريغ وتربيهم عندك 50 60 100 200 عادي جدا. لكن احنا بقى بنفضل في المزارع ان احنا نجيب فرخ مناعته قويه جدا زي فراخ الشركات زي الشركات. لكن الاهالي عادي ممكن تشتغلي بيه لو بتشتغلي في بيتك على قد اكلك ومصاريفك تحافظي عليهم، وفي نفس الوقت انت مربيه عدد قليل يعني ما يتخافش منه. ده الفرق ما بين الكتكوت الاهالي وكتكوت الشركات. والناس تقول لي قولي لنا الفرق وانصحينا نجيب ده ولا نجيب ده. تاني حاجة بقى الناس تتكلم عن الأسعار ما نزلتش. يا جماعة الأسعار لما بتنزل للأسف الشديد في ناس كتير ما عندهاش ذمة ولا ضمير وما بينزلوش السعر في وقتها على طول. زائد أصلا إن في شركات لسه رافعة سعرها لحد النهاردة في فيديو الأسعار لقيت ناس كتير تقول لي مفيش أسعار نزلت. في شركات يا جماعة مطلعة الكتكوت النهاردة ب27 و28 و30 جنيه. زائد إن في شركات تانية كتكوتها نضيف وحلو جدا ومطلعة الكتكوت النهاردة على 20 وعلى 22 جنيه. فاحنا بنقول الاسعار بتبدأ من كذا لحد كذا. انا بقى مش مسؤولة عن منطقتك بتبيع بقد ايه او بتبيع بكام. ان شاء الله في نزول كمان الاسبوع اللي جاي باذن الله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وتضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب.